تصور في أخطر مربع أمني في لبنان يتسلل الموساد إلى قلب الضاحية الجنوبية ويصل إلى بضع أمتار فقط من الشهيد السيد حسن نصر الله. صحيفة يدعوت أحرنوت تكشف أن عملاء الموساد قبل أيام من اغتيال أمين عام حزب الله السابق تحركوا بصمت عبر الأزقة الضيقة، التصقوا بالجدران يترقبون أن لا يخطئ سلاح الجو الإسرائيلي ويقصف مسارهم. الهدف مبنى سكني شاهق يخفي تحته المقر القيادي الرئيسي لحزب الله المحاط بحراسة مشددة. هناك زرعوا أجهزة تنصت متطورة جمعت معلومات دقيقة عن اجتماع مرتقب بين نصر الله وقائد فيلق القدس في لبنان عباس نيلوفورشان وقائد جبهة الجنوب في حزب الله علي كركي. وبعد أيام قليلة نفذ سلاح الجو الضربة، 38 قنبلة جوية هزت الضاحية وحولت المقر إلى ركام، عملية وصفها الإعلام العبري بأنها الأجرأ والأعمق في تاريخ الموساد داخل بيروت. واليوم يبقى السؤال الأخطر: هل كان اغتيال السيد حسن نصر الله نتيجة تسلل الموساد فقط، أم أن بيئته هي التي تسببت في مقتله؟